لو سمحت يا دكتور، بس عاوزه استفسر في مشكله. يلا قولي. انا جوزي ماشي ورا امه شويه، وانا مخلفه ولد. بس هو كل حياته امه. ماشي وانت عايزاه يذبحها بالسكين. لا مش ماشي وراها. انا قلت له يعصيها، بس هو مش ماشي وراها. رايح فين يا زينب؟ ماشي وراها ورايح فين؟ امه رايحه فين وهو ماشي وراها؟ في كل اللي هي بتقوله هو ماشي وراها. وهي بتقول ايه يا حبيبتي؟ وهي بالراحه بس نهدى كده. وهي بتقول ايه يا اختي؟ يعني هو ولا بيصرف عليا ولا بيصرف على ابنه ولا امال بتاكلي منين يا اختي؟ امال بتاكلي منين انت؟ والدي انا بيبعت لي لبسي والدك هو اتعود على كده بقى وركن، مش بيمشي ورا امه. ابوك اللي غلطان قبل امه. استني يا بت، ابوك اللي غلطان قبل امه يا اختي. ابوك عوده على الرحراحه. ابوك لو من اول قعده قلت ما عنديش صابونه وفضحت الدنيا، كان جات لك كرتونه صابون واللي شليت همه. انما انتوا كلكم الا من رحم الله وانا ما اعرفهاش خضوع خيبه امل كده، دنيا كده. ما بس يا دكتور، ما والدي بيجيب لي كده، ما يلاقيش جوزي مكفيني يعني. ما هو والدك ما كانش المفروض يوافق ولا يجيب لك ابدا لغايه لما يشوف اخرته السوداء. هيعيش بما يرضي الله ولا يطلق؟ لا ما بس انا دلوقتي يعني انا مصممه على الطلاق عشان هو مش مريح. ما هو انت لازم تصممي على الطلاق الا اذا صرف يا بابا، وانا معاكي 100% يا اختي. وابوك لازم يصر على الطلاق ما دام العمليه وصلت الى حد ما يصرفش. اللي ما يصرفش على مراته ما تباتش في بيته ليله الا اذا كانت قادره. على الام للشافعي في المجلد 5 على 1 2 3 تستر، ممكن سنه تصرف